النهاردة هنعمل مع بعض آيس كريم الزبادي بالفراولة، بجد رهيب وطعمه خطير جدًا يا جماعة. لو وصفت لكم من هنا لبكرة مش هتصدقوا غير لمّا تجربوا. آيس كريم ناعم وقوامه كريمي وتحفة. بس أنا كنت مستعجلة شوية عليه فما استنيتش يعني طلعته على طول، وعشان أوريكم عشان ألحق أصور. قبل ما نبتدي، اللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام. لايك وشير للفيديو واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. عملناه بشكلين، شكل ستيك والبولات العادية اللي احنا متعودين عليها. ويلا بينا بقى نشوف الطريقة والخطوات السهلة والبسيطة اللي هنعملها. معانا كوباية من الكريم شانتيه الخام، هنحط عليها كوباية من اللبن أو كوباية من المية وتكون ساقعة متلجة، وهنبتدي نضرب لحد ما القوام بتاعها يتماسك. تمام. أنا هنا حاطة بس على الكريمة معلقة كبيرة من سكر البودرة عشان احنا لسه هنضيف إضافات تانية عشان الآيس كريم بتاعنا ميبقاش مسكر جامد. هنحط معلقة صغيرة من الجيلي الفراولة عشان أعزز اللون ويدي طعم برضو حلو للآيس كريم، وهنضرب فيها لحد ما القوام بتاعها يتماسك. انتوا عارفين ان الصينيين هم أول ناس اخترعت البوظة اللي هي الآيس كريم، وبعد كده ظهرت في إيطاليا عن طريق ماركو بولو، وهكذا بقى ظهرت في فرنسا. هنا هنحط كوباية كبيرة من زبادي الفراولة، أنا جبتها بالفراولة، تقدري تستخدمي كوباية زبادي اللي هي العادية خالص. تمام. أنا هزود كمان معلقة كبيرة من مربى الفراولة عشان يبقى في الآيس كريم حتت كده من الفراولة كده، يبقى الطعم جميل ولذيذ، نزود الموضوع حلاوة كده ولذاذة. بخطوات بسيطة وسهلة عملنا آيس كريم في البيت، هيخليكم تستغنوا عن اللي احنا بنشتريه من برا أصلا، وأنضف وأحلى بقى، عاملينه حاجة في بيتنا على ايدينا ومن غير مكنة ولا أي غلبة. وهنا كان عندي كام واحدة فراولية كده في التلاجة قطعتهم وحطيناهم كمان في الآيس كريم بتاع الزبادي. هنا أنا جهزت الصاج بتاعي، حطيت فيه ورقة زبدة، وهاخد سكوب كده بمعلقة الآيس كريم وأحطها في الصاج. تمام. هنسويه السكوب بتاعة الآيس كريم دي بظهر المعلقة كده، نخلي شكله دائري. تمام كده. هنسويها دلوقتي بالمعلقة. أنا شايفة إن الآيس كريم ده من أسهل